هم في الملعب دلوقتي بيحتفلوا بفوز بروسيا دورتموند ببطولة الدوري. يا محمد يا خالد مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي، واعتقد انجاز ليك وانجاز ليك كمصري ان انت تحرز البوندس ليجا او بطولة الدوري الالماني. طبعا انجاز كبير جدا، ويعني احلى يوم في حياتي. بتهدي الدوري ده لمين يا زيدان؟ صعب. بهديه لابني ادم طبعا، وادم السعد عليا، عنده 4 شهور دلوقتي، وطبعا اول ما ربنا رزقني بيه فزت ببطوله الدوري الالماني. فانا طبعا بهديه له، طبعا هو بهديه الاهلي كلهم في مصر، وبهديه لكل المصريين. وطبعا ان انا افوز ببطوله الدوري الالماني كاول مصري وكاول عربي، طبعا بالنسبه لي طبعا دي حاجه كبيره جدا، وهفضل فخور بيها مدى الحياه. مبروك يا زيدان، وعايز اقول لك ان انت شرفت مصر، ونتمنى لك يا رب التوفيق في يعني مشوارك الاحترافي، وباذن الله ان شاء الله ان تكون يعني اضافه قويه لمصر في جنوب افريقيا باذن الله الماتش الجاي ان شاء الله يا زيدان. ربنا يخليك يا خالد. ربنا زيدان اخيرا، هل في تفكير؟ كان في كلام قوي جدا عن رغبتك في العوده للنادي الاهلي، هل في تفكير قوي العوده ولا انت مكمل مشوارك؟ لا هو خالد، انا العقد بتاعي بينتهي مع بروسيا، مع نادي دورتموند السنه الجايه، الموسم الجاي. طبعا احنا دلوقتي فزنا بالدوري الالماني، انا بحاول ان انا على قد ما اقدر. انا طبعا ما شاركتش مع الفريق الفتره اللي فاتت دي بشكل اساسي بعد الاصابه بتاعتي. الفريق كان ماشي على مستوى كويس جدا، فصعب ان انت تركب في فرقه بتلعب وبتكسب. تمام. لكن طبعا انا كنت موجود معاهم، وانا زي ما بنقول، زي ما كنا عارفين ان الفرقه كلها توجت بالدوري، وانا يعني فزت باللقب معاهم زي اي حد تاني. بس السنه طبعا احنا بنلعب في بطوله اوروبا اللي هو دوري ابطال اوروبا. تمام. اكيد ان انا نفسي اكون موجود فيه، لان طبعا انا لو فكرت ان انا ارجع مصر، عشان افكر ارجع مصر هتبقى اخر فرصه بالنسبه لي ان انا اكون موجود في دوري اوروبا، دوري الابطال. فان شاء الله باذن الله، يعني انا زي ما انا قلت انا ما بخبيش حاجه زي كده، ان انا بحب النادي الاهلي جدا، ومن صغري وانا بحب النادي الاهلي، واتمنى ان في يوم من الايام البس الفانلة الحمراء والعب النادي الاهلي. بس زي ما بقول السنه الجايه يعني انا كل تفكيراتي كل تخطيطاتي ان انا السنه الجايه. يعني انت يا زيدان بالعربي كده مخطط ترجع مصر امتى؟ قدامك كام سنه؟ مش عايز. بص يا خالد اقول لك، يعني انا مش عايز ارجع في الاخر خالص. انا ان شاء الله باذن الله ناوي ان انا ارجع، وانا قادر ان انا العب، وقادر ان انا ان شاء الله افوز ببطولات مع الفريق، مع النادي الاهلي. بس طبعا السنه الجايه مش عايز افوت فرصه ان انا العب في دوري اوروبا. تمام. يعني ان شاء الله في حاله عودتك بعد سنتين مثلا لمصر هيكون يعني واجهتك النادي الاهلي. ممكن. انا مش عايز اقول بعد سنتين، انا بقول لك السنه الجايه انا عادي بينتهي، فانا السنه الجايه فري، السنه الجايه هبقى حر، فمش بعيد ان انا ممكن افكر ان انا ارجع السنه الجايه. بس عشان ان انا ارجع في سن صغير يا خالد لازم تكون كل الاجواء وكل حاجه مناسبه ان انا اسيب اوروبا واسيب فريق زي بروسيا دورتموند، وابقى بلعب في الدوري الالماني، وعامل اسم كبير جدا هنا في الدوري الالماني، واقدر العب في اي نادي بسهوله جدا هنا في الدوري الالماني. وعشان ان انا ارجع في اي مكان، سواء كان المكان ده مصر او اي مكان في اي مكان تاني، لازم يكون طبعا كل الاجواء تكون مناسبه، ويكون النادي نادي كبير. وعشان كده انا لو فكرت ان انا ارجع في مصر هبقى حابب ان انا ارجع لاكبر نادي في مصر، هو النادي الاهلي طبعا. شكرا محمد زيدان، والف مبروك.